ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. خلاص بقى ما عادش فاضل على عيد الا 3 ايام. ربنا يجعله عيد سعيد عليكم يا رب. النهارده بقى ليله 27 زي بقى فيها باللي نفسنا فيه. كتر فيها بقى بالصلاه على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا بقى اخدكم معايا كده، رحنا بقى نتسحر بره. رحت كده عند صاحب السعادة. الأجواء كانت جميلة يا صايم صيام اليوم اشرب امير ساجع. زي ما انتوا بقى شفتوا كده يا حبايب قلبي. الفقرات كذا فقرة بقى بتشتغل، وبينزل بقى السحور. بيبدأ ياخد طلبات السحور من 12:30 ل1. بيبدأ ينزل المنيو ويشوف بقى انتوا عايزين تطلبوا وجبة ايه والسحور ايه. والاكل هناك نزل خلال ربع ساعة مش اكتر. بصراحة القعدة جميلة ولذيذة، والاكل كان جميل برضو. كله يعني قال الاكل كان حلو، وانا دقت برضو والله حلو. بس بالنسبة لي انا مش بحب اكل بره، يعني دقت بس بعض كده منه. انا كائن بيتوتي، بحب البيت واكل البيت. الوجبة عبارة عن طبق بتنجان وطبق مخلل وطبق جبنة بالطماطم و2 زبادي وكيس عيش وطماطم وخيار متقطعين وبيض، طبق فول وطبق فيه 2 طعمية وطبق بطاطس محمرة. زي ما انتوا شايفين كده الوجبة ب99. لو عايزة بقى تزودي حاجات في المنيو تزودي براحتك. اسيبكم هنا بقى في فيديو الزبادي وارجع لكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما اتفقت بقى، بحب اما اجرب تجربه او اشوف تجربه على النت اقول لكم عليها. انا على طول بعمل كيلو اللبن عليه علبه زبادي، يعني ال2 كيلو بعمل عليهم علبتين زبادي. فانا شفت عندي على النت حد عاملها بطريقه حلوه قوي، عجبتني الطريقه وقلت اجربها. عامله ال2 كيلو لبن عليهم كوبايه زبادي واحده. فانا بقى جربت التجربه دي وجايه بقول لكم هي التجربه ناجحه جدا. بس الزبادي مش هتتعمل في ساعتين، الفرق بس في التوقيت. ونفس الطريقه في الفرن، بتسخني فرنك وتحطي ميه في الصينيه بتاعتك، هي نفس الطريقه. وهسيب لكم اللينك برده في التعليق، هثبته لكم. يبقى هي الطريقه دي ناجحه ودي ناجحه. بس دي بقى اتعملت في كام ساعه؟ دي كده طلعت في 5 ساعات. لو انت عاملاها بكوبايه زبادي واحده بتطلع في ساعتين. بكوبايتين زبادي، اقصد كوبايتين زبادي بتطلع في ساعتين. كوبايه زبادي واحده بتطلع في 5 ساعات. ومتماسكه جدا زي ما انتوا شايفين. واللبن بقى هنا كامل الدسم، عامل وش قشطه زي ما انتوا شايفين كده اهو بعد 5 ساعات. يعني الطريقه دي ناجحه والطريقه دي ناجحه. دي اهي برضو عايزه اوريكم بس القشطه، هي عشان متماسكه مش عارفه اوريكم القشطه. هو زي ما انتوا شايفين كده كلها متماسكه اهي. والقشطه بقى مكرمشه كده زي الرز بلبن، لان اللبن ده كامل الدسم وكله قشطه بخيره كده زي ما انتوا شايفين كده. اي تجربه ان شاء الله هعملها هسجلها معاكم. شفتوا بقى كل الكوبايات عندي متماسكه زي بعضها. كل ده لسه ما دخلتش التلاجة، لسه بقى هبدا ادخلها التلاجة واسيبها ساعتين. بعد الساعتين بقى هبدا ندوقها مع بعض ونشوفها قد ايه هي كريميه وقد ايه القشطه عليها. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله اللهم بارك، كلها قشطه. شايفين القشطه عامله عليها ازاي؟ هنا بقى اتحطت اهي. عايزه اوريكم قوام القشطه. شايفين القشطه عامله ازاي؟ الطعم جميل. متنسيش اللايك، انزلي حطي لايك كده وكومنت جميل، واعملي اشتراك في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما نزلتش بقى افطار النهارده، كنت معزومه كده عند تيتا، وان شاء الله اعمل فطار بكره واشاركه معاكم. هشوفكم بقى في فيديو جديد مع مطبخ تومه.